لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. 10 أيام فاضلة عظيمة القدر عند الله، أعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولذلك علينا جميعا بالاجتهاد في الأعمال الصالحة كاجتهادنا في رمضان، فإن أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سادس حلقات برنامج مجالس الحج في موسمه الثاني، ويتجدد لقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد علي عبد السلام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. يا اهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام وانتم بخير. فضيلة الشيخ، محتاجين من حضرتك تكلمنا عن ذكر الله في العشر الاوائل من ذي الحجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وسيد النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه صلاة دائمة بدوام ملك الله. أما عن الجواب على هذا السؤال العظيم عن ذكر الله في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذه الأيام الكريمة التي نعيش فيها هي أيام كثيرة الحسنات عاليات الدرجات، التي حثنا عليها الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في السنة النبوية المشرفة، وحدثنا الحق في كتابه الكريم ليرغبنا في ذكر الله في هذه الأيام الكريمة. فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال أهل التفسير في هذه الآية الكريمة أن المقصود بالأيام المعلومات في هذه الآية من سورة الحج هي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فالذي يجب على المسلم في هذه الأيام أن يكثر من ذكر الله، وذكر الله عبادة عظيمة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات ومن أسهل العبادات، التي لا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى مجهود ولا تحتاج إلى سهر. فكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام الكريمة يكثرون من ذكر الله في كل مكان. فكان إذا خرج سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين صحابة سيدنا محمد، كانوا يخرجون إلى السوق ويخرجون إلى العمل ويخرجون إلى الطرقات في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فيكبرون ويكبر الناس من خلفهم تلبية لأمر سيدنا النبي وانقيادا لهديه صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، هي أفضل الأيام على الإطلاق عند الحق تبارك وتعالى. فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. دليل إلى ما أن الله جعل لحجاج بيت الله الحرام التلبية، فجعل لنا ذكر الله تبارك وتعالى، وما جعل للحجاج يوم عرفة بأن يكونوا في هذا اليوم الكريم المشهود، فجعل لنا صيام هذا اليوم الكريم مغفرة للذنب. فما جعل للحجاج أن يلبوا وأن يكونوا في حضرة الحق تبارك وتعالى، فأنت الآن في حضرة الحق وفي ذكرك لله تغنم بالفوز العظيم والمنزلة الكبرى والشفاعة العظمى لسيدنا محمد، لما قال الحق جل في علاه: فاذكروني أذكركم. فيجب على العبد أن يكثر من ذكر الله، خاصة ونحن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. لما أسري بسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال: لقيت أخي إبراهيم لما أسري بي فقال: يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأبلغهم بأن الجنة طيبة التربة وإنها قيعان، وأن غراسها ما هو غراس الجنة، ما هي أشجار الجنة، ما هو زرع الجنة،
هو كما قال سيدنا الخليل إبراهيم لسيدنا محمد: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام سبب لمغفرة الذنوب، فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فإنها تحط الذنوب من العبد كما يقع الورق من على الشجرة. وإن من كرم الله علينا أن جعل لنا يوم عرفة هو أفضل الأيام عند الله وأجمل الأيام عند الله، فهو يوم الموقف العظيم ويوم المشهد المهيب الذي يتجلى بعظمته سبحانه في هذا اليوم الكريم على حجاج بيت الله الحرام وعلى كل الواقفين على جبل عرفات وعلى عامة المسلمين. فيباهي الحق بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أي ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا الأهل والأحباب والأصحاب والأموال والأوطان وجاءوا ليلبوا دعوة الحق تبارك وتعالى، لما قال لخليله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فيقول الحق: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لأهل عرفات. وإن الله تبارك وتعالى يتجلى على جميع الخلائق في هذا اليوم الكريم، يوم عرفة، يوم عظيم من أعظم الأيام عند الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما يتجلى به الحق تبارك وتعالى على عباده في هذا اليوم أن يلجأ العبد إلى الله وأن يكثر من الطاعات ويكثر من ذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيجب على الإنسان أن يغتنم هذه الأوقات وهذه الأحوال بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى مصداقا لقول الحق: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. زادكم الله علما يا فضيلة الشيخ. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات القيمة وعلى وجود حضرتك معانا النهارده، وكل عام وحضرتك بخير. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. وفي الختام أحب أشكر رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفة الحنة من الحاج وليد أبو درويش. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعماله في ميزان حسناته وأن يبارك فيه. اللهم آمين يا رب العالمين. نشكر الأخ العزيز الأستاذ مصطفى الخطيب والأستاذ مؤمن والحباب كلهم. كل عام أنتم بخير وربنا يعد علينا وعليكم الأيام بخير. اللهم آمين يا رب العالمين. إخواني وإخواتي الأعزاء، ما أحوجنا أن نغتنم هذه الأيام المباركة الكريمة بالتوبة الصادقة والاستقامة على الحق والاعتصام بحبل الله القوي المتين والإكثار من الطاعات والعبادات. أعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. نلقاكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا،